أهلا بيكم في مطبخ سلوى جودة. أرجو الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس، وما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة. وتعالوا نشوف وصفة النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعل يومنا عطر بذكر الله. أهلا بيكم حبايبي في مطبخ سلوى جودة. يا رب تكونوا كلكم بخير وفي أحسن حال. ايه رأيكم في قالب الزبدة الهايل ده؟ انتوا عارفين ان اليومين دول الترند هو الزبدة النيوزيلندي. وفي الحقيقة انا يعني شفت شيفات كبار عملوها وشكروا فيها قوي، وشفت شيفات تانية قالوا ان هي مش حلوة خالص وطعمها سيء جدا وطعم الليمون والخل غالب عليها. وقريت كمان تعليقات على الفيس ان الزبدة دي فاشلة ومش حلوة. بيني وبينكم ما كنتش ناوية اعملها، لما لقيت في تضارب كده في الآراء وفي النتائج، قلت أجربها وخلاص وأشوف. ده هي كلها كوباية زبدة يعني مش مشكلة. وبالأمانة طلعت تحفة، بجد تحفة. طعمها كده ميكس بين الكريمة الطبيعي وبين الزبدة، بجد تحفة. يلا بينا بقى نشوفها هي اتعملت ازاي وايه سر نجاحها. معايا حبايبي كوباية زبدة يعني زبدة خام ما تسيحتش. دي الزبدة بيبقى فيها نسبة لبن ونسبة مية. ومعايا كوباية لبن، لبن لباني كامل الدسم. وكوباية زيت ذرة، اللي في الكوباية ده زيت ذرة عشان كده لونه أصفر شوية. ومعلقتين خل ومعلقة ليمون وملح، هنحط ذرة ملح. وبالنسبة للزيت، زيت ذرة، زيت عباد، أي حاجة بس هو اللي متوفر عندي دلوقتي. وبعيدي خالص عن زيت التموين عشان وصفتك تطلع مظبوطة. وفي بشوف بيقولوا ايه، حطوا الفرن اللي هي العادية الاقتصادية دي. وفي بيقولوا حطوا جنة، ما مش هينفع، احنا عايزين زبدة. فانت اللي بتحطيه هو اللي بينطبع على طعم بينعكس على طعم الزبدة بتاعتك. وفي اخر الفيديو هقول لكم ايه السر في جمال طعم الزبدة بتاعتي. جبت هنا بقى معايا كده ايه كوباية لبن، ما تغلوهوش، ها، زي ما هو، زي ما جبتيه من اللبان كده، فضي في كوباية. وزي ما قلت لك كمل الدسم. وابتدي بقى ايه اخفقه ايه بالهاند بلندر. لو ما عندكيش هاند بلندر حطيه في الخلاط، بس انا بالامانه بخاف احط فيه حاجه تقيله لان بعد كده هو القوام هيتقل. انا قطعت الفيديو خلي بالكم، انا خفقتها جامد لما ادتني القوام ده. شايفاه عامل ازاي بيعمل لك رغاوي. ونزلت بالزبده. الزبده حبايبي انا فكيتها على النار، هي كانت كتل وانا فكيتها عشان اعرف ايه احطها في الكوبايه. ونزلت بالخل وانزل بالليمون وانزل برشة ملح، رشة يعني حاجة كده على طرف المعلقة. حطيته تمام كده واخفقهم. انا قلت لكم ان انا بقطع التصوير عشان هو طويل شوية. اخفقهم برضو حلو قوي. واللبن خلي بالكم بتخفقيه لحد ما يتقل معاكي. ادي الوصفة حقها عشان ايه تتظبط معاكي زي ما قلت لك. وهنا برضو كده خفقت حلو قوي. شايفة شكلها عامل تكتلات ازاي. تمام. ابتدي بقى انزل ايه بالزيت بتاعي سرسوب. هننزل بالزيت سرسوب. وده سر نجاحها برضو ان انت لو نزلتي بيه مره واحده مش هيظبط معاكي. وزي ما قلت لكم بلاش زيت التموين. انزل بقى كده سرسوب واخفق. تمام. سرسوب تاني. انا برضو بقول لكم ان انا بقطع من التصوير كتير عشان ما اطولش عليكم. اخفقي على قد ما ربنا يقدرك. اخفق تاني. طولي في الخفق شويه حبيبتي، بين كل مره ومره بتنزلي فيها بالزيت طولي شويه. تمام.
ما تعمليه ازاي. انا بقطع لك من التصوير عشان الفيديو كان طويل قوي على فكرة، كان ربع ساعة، عشان كده انا قطعت منه كتير. كل ما تنزلي بالزيت اخفقي شوية. انا بقى فضلت اخفق لحد ما القوام تقل معايا. تمام، هتلاقي بقى القوام تقل قوي، وكل ما بتخفقي كل ما بيتقل على فكرة. كل ما بتخفقي كل ما بيتقل. تمام. القوام تقل وبقى عامل زي الكريمة، شايفة عامل ازاي؟ هو ده القوام، ولو عايزة تقلي كمان شوية مفيش مشكلة. ولو تلاحظوا انا ما حطيتش لون، انا سايباها كده على طبيعتها. والزبدة اللي يعني اللي نوعها فاخر لما بتيجي تشتريها النيوزيلندي بيكون لونها فاتح، مش لونها اصفر، بيبقى لونها مايل للبياض شوية، دي الزبدة الحلوة. وانا خليت لونها طبيعي، لا رضيت احط لون ولا غيره. تمام. وجيت بقى جبت علبة عندي اهي ناشفة، وفردت فيها كيس بلاستيك، قصيته وحطيته. تمام، وطبقتها بقى كده وغطيتها زي ما انت شايفة، واغطيها او زي ما هي، مش هحط عليها غطا ولا حاجة، زي ما هي كده متغطية بالبلاستيك، وادخلها التلاجة. هبيتها ليلة في التلاجة، تمام، مش في الفريزر، في التلاجة. وادي الزبدة بتاعتي طلعتها اهي بعد ما باتت ليلة. تمام. وافضيها بقى كده في طبق، واشيل الكفر اللي انا حطاه ده. بصوا بيطلع بكل سهولة. وادي بقى الزبدة بتاعتي اهي اقطعها. لو حابة تديها اللون الاصفر، لو عندك بقى لون اورنج ولا حاجة حطي نقطتين، بس انا يعني بالامانة ما حبيتش، انا حبيت اخليها على طبيعتها. واقطعها بقى كده. واخد بقى حتة ادوقها كده، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ادوق بقى كده. يا خبر ابيض، تحفة. تحفة صدقوني، تحفة. طعمها ميكس زبدة على كريمة، حاجة طبيعية كده، ملهاش حل بالأمانة. أنا دايما بشتري زبدة فلاحي، وبجيب النيوزيلندي، وبجيب اللورباك، بجد ما تقلش عنهم في الطعم. تمام، في اختلاف بسيط في النكهات، بس حاجة طبيعية ملهاش حل، حلوة جدا. وحوزنها لكم دلوقتي واقول لكم طلعت قد ايه. في معلومة بقى هقولك عليها، وانت بتشتري الزبدة الفلاحي اللي بنشتريها من الستات الريفيات، اقطعي حتة زبدة وادهنيها على ايدك، حتة صغيرة حطيها على ايدك، وادهنيها كده اكنك بتحطي كريم على حتة صغيرة كده من ايدك. وسيبيها شوية، لو لقيتيها فضلت تلمع تبقى دي زبدة طبيعي، لو لقيتيها نشفت تبقى دي مغشوشة، ما تشتريهاش. ولما تكوني بتسيحي الزبدة على البوتاجاز وتلاقيها غلت كتير قوي ونزلت مية كتير، تبقى دي برضو مغشوشة. تمام كده. نيجي بقى لطريقة تخزين الزبدة. انا شايفة برضو اللي جربوا الوصفة دي بيقولوا دي باظت مننا بسرعة، ما اكيد لازم تبوظ دي. الزبدة دي اللي احنا عملناها على ايدينا او اللي بنشتريها بيبقى فيها نسبة مية ونسبة لبن، لو سبتيها في التلاجة لازم هتبوظ. دي يا حبايبي مكانها بيتشال في الفريزر. وبلاش نقارنها بالزبدة النيوزيلندي او الحاجات دي بيبقى فيها مواد حافظة، احنا عاملين حاجة طبيعية. يعني حاجة بطريقة بدائية وطبيعية، مش شركات ولا مصانع، فدي ضروري تتقطع مكعبات زي ما انا عاملاها كده، وتتحط في علبة في الفريزر. تمام. وضروري نغطيها، لو في بعض ستات بيوت، ما مش بقول على الكل، بيسيبوا الحاجة مكشوفة، ريحتها هتغير. تمام كده، حتى لو جايبة زبدة نوعها ايه وسبتيها مكشوفة ريحتها هتغير وطعمها هيغير. تبقى ضروري تتغطى بإحكام وتتشال في الفريزر، نطلع منها نستخدم اللي احنا عايزينه ونرجع ايه نشيلها تاني. ونيجي بقى لخطوة مهمة قوي، سر نجاح الزبدة بتاعتي وطعمها يعني فعلا جميل قوي ده،
انا حبايبي عملتها بزبده فلاحي. عارفين الزبده الفلاحي اللي الستات الريفيات بيجوا كده يبيعوا لنا الزبده بالكيلو؟ هي دي. كان عندي زبده بقري. تمام. واخدت منها فعلا قيمه كوبايه، سيحتها عشان سيحتها، فكتها يا دوبك فكت كده ورحت شايلاها. حتى لو لاحظتوا هتلاقي الكوبايه عامله زبده من فوق وميه من تحت. انا نسيت اوريها لكم. كانت عامله كم زبده من فوق عشان الجو برد، ومن تحت كان فيه شويه ميه. ونيجي بقى نعمل خطوه مهمه، ان هي هنجربها في البيض. انا اخدت اللي كان في الطبق، واخدت حته زبده ايه حطيتها. تمام. واسيحها بقى كده شويه. شايفين الحروقه اللي في حرف الطاسه دي؟ ديت اللي يعني بتحصل لما بنحط زبده طبيعيه، زبده خام مش متسيحه، بيبقى نفس الشكل. ونيجي ندوق بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. تحفه، صدقوني تحفه بجد، ملهاش حل. طعم البيض خرافه بجد، حلوة جدا جدا جدا. واجي بقى اوزنها. انا طبعا اخدت منها والولاد اكلوا منها لانها حلوة جدا. وقالنا منها البيض فاضل 534 جرام، يعني نص كيلو وشوية. اظن لما نعمل من كوباية زبدة نص كيلو يبقى تحفة. انا لسه شارية لورباك 400 جرام ب95 جنيه. يبقى احنا كده وفرنا كتير قوي. ويا رب اكون قدرت افيدكم بالمعلومات البسيطة دي. استودعكم الله واشوفكم على خير في وصفة جديدة من مطبخ سلوى جودة.